جربتوا حمصة التونة دي قبل كده؟ انسوا بقى الطريقة التقليدية اللي بناكل بيها التونة، ولازم تجربوا الطريقة دي، بجد لذيذة جدا وهتحبوها قوي. عشان نعملها هنحط شوية زيت كده، ممكن يبقى زيت زيتون أو زيت نباتي عادي في الطاسة، وهنضيف بصلاية تكون كبيرة أو متوسطة حسب انتوا بتحبوا البصل قد ايه. أنا بحب البصل كتير فعاملة بصلاية كبيرة. هنقلبها كده كويس جدا لغاية ما البصلة بتاعتنا تدبل وتاخد لون أصفر كده شوية. دلوقتي بقى هنضيف قرنين فلفل، واحد رومي وواحد يكون سبايسي، ومهم قوي نستخدم السبايسي ده لانه بيدي طعم حلو جدا. هنقلبهم مع بعض كده كويس جدا ونسيبهم لغاية ما الفلفل بتاعنا يدبل شوية والبصل كمان ياخد لون ذهبي اكتر. واول ما يوصل للون ده هنضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم، هنحطها كده في النص لغاية ما ريحتها تبدأ تطلع. بعد كده هنقلب بقى كل حاجة مع بعضها، نقلبهم كده ونسيبها بتاع نص دقيقة كده مع بعض قبل ما نضيف المكون اللي بعد كده. دلوقتي بقى هنضيف معلقة كبيرة من الصلصة وهنقلبها كويس ونديها تشويحة حلوة. الصلصة لما بتتشوح بيبقى طعمها أحلى كتير. ودلوقتي بقى هنضيف حبتين أو 3 من الطماطم، وده طبعا حسب حجم الطماطم اللي هتستخدموها. نقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده وهنقلبها كويس جدا مع كل المكونات كده. ونتبلها بقى بشوية من الملح، شوية من الفلفل الأسود، وكمان كمون. طبعا هتدوقوا وتشوفوا هي مظبوطة ولا لا، يعني حسب ذوقكم في المقدار بتاعت التوابل. هنقلبهم بقى كويس قوي كده مع بعض، وبعد كده هنقلل النار، نخليها اقل من المتوسطة، وهنضيف عليها اقل من ربع كوباية من المية، يعني حوالي 3-4 معالق كبار كده من المية، ونسيبها بقى تتسبك براحتها. بس طبعا كل شوية قلبوها واضغطوا عليها كده عشان الطماطم يعني تتهري كده وتتسبك كويس. واول ما تتسبك توصل للدرجة اللي انتوا عايزينها، هنجيب بقى علبة من التونة هنصفيها كويس جدا وهنفتتها بالشوكة كده، وهنضيفها بقى على الخليط بتاعنا وهنقلبهم مع بعض كويس جدا كده. وبعد كده بنسيبها تاخد غلوة، وبعد كده نقلبها تاني ونسيبها بقى كده، نفردها ونسيبها كده ونحط اخر مكون معانا. اخر حاجة بقى هنضيف شوية من الطحينة. طبعا دي طحينة انا مخففاها، ضايفة عليها شوية من الليمون والخل، ومتبلاها طبعا بملح وكمون وفلفل. هنحط بقى شوية كده على الوش ونسيبها كده بتاع نص دقيقة ياخدوا من الطعم كده من بعض. واخر حاجة ممكن نحط بقى رشة من فوق كده، رشة كزبرة خضراء او بقدونس، ونطفي عليها كده. الاكلة بتاعتنا بقت جاهزة. شايفين؟ أكلة سريعة وسهلة ومش بتاخد أي وقت في التحضير بتاعها خالص، يعني بجد يعني منجزة قوي. طبعا بتتاكل بعيش جنبها كده شوية بطاطس محمرة، وبجد مش هتشبعوا منها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لناس اكتر، وكمان ما تنسوش تسيبولي كومنت حلو زيكم كده لان ده بيفرق كتير معايا. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.